السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فوز النادي الأهلي على سموحة في الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر 3-1. وطبعا بيأكد صعوده للدور النهائي عشان يلاعب بيراميدز في الدور النهائي بعد رجوعه من مباريات كأس العالم للأندية. المباراة اللي شهدت عودة كهربا بعد غياب 6 شهور بسبب الإيقاف وبسبب عدم دفع الغرامة المقررة. المباراة اللي النهاردة كان مستواها الفني يعني أعلى يعني من الماتشات اللي فاتت للنادي الأهلي، لأن كهربا ادى روح وادى أداء للماتش وعلى من مستوى النادي الأهلي في الخط الأمامي. رجوع كهربا النهارده ساهم بشكل كبير قوي ان الكوره للنادي الاهلي تبتدي تبقى كوره سهله، يبقى فيه هجمات، يبقى فيه يعني خطه هجوميه مبنيه بطريقه سليمه، لان كهربا بيأثر في الخط الامامي للنادي الاهلي. فكولر استغل الحتة دي استغلال كبير قوي، وساعده كده كمان أخطاء إلهاني سليمان اللي كانت أخطاء كارثية في أول الماتش وتسببت إن النادي الأهلي يتقدم 2-0 في أول 14 دقيقة. اتقدم النادي الأهلي 2. إن في الهدف الأول كهربا دخل من ناحية اليمين ولعب الكرة عرضية جت من تحت رجلين إلهاني سليمان، اللي كان النهارده يعني في يومه اللي زي ما بيقول كده اليوم النحس بتاعه، الكرة عدت من تحت رجله طبعا، كملها احمد عبد القادر، وبعد كده اسيست من كهربا لحمدي فتحي، شاطها برضو دخلت خبطت في الهاني سليمان واحرز النادي الاهلي الهدف الثاني. طبعا ما كانش قدام طارق العشري غير ان هو لازم يبدل الهاني سليمان، فطبعا يعني خرجه، وبرضو الاهلي استمر في سيطرته وضغطه لغاية ما حسين الشحات نجم النادي الاهلي قدر ان هو يرقص مدافع ويصلحها لكهربا اللي حطها لوب من فوق حارس سموحة عشان يحرز الهدف الثالث. فالمباراة كده انتهت او يعني ماتت بالنسبة لسموحة اكلينيكيا. فطارق العشري لقى نفسه في موقف صعب جدا جدا جدا، ومفيش قدامه اي فرصة، لان كان الاهلي يعني الاهلي مستواه مع اخطاء الهاني سليمان قتلوا الماتش واتأكد صعود النادي الأهلي من الشوط الأول. طبعا جماهير النادي الأهلي كانت فرحانة برجوع كهربا اللي مثل إضافة هجومية للنادي الأهلي. كولر بالنسبة له الشوط الثاني طبعا حاول إن هو طبعا سيطرته زي ما هي يعني تفضل زي ما هي على المباراة. غير تغييرات طبعا بنزول شادي حسين وكريستو محمد الضوي، وحاول ان هو طبعا ينشط الخط الامامي وانه يفضل مسيطر على المباراة وما يقدرش يسمح لسموحة ان هو يفكر ان هو يرجع للمباراة. الا ان طبعا في الدقيقة 90 قدر حسام حسن ان هو يحرز الهدف من ضربة جزاء عشان يحفظ ماء الوجه زي ما بيقولوا كده لسموحة. الاهلي من المباراة دي وصل لايجابيات كتيرة قوي. طبعا فوق لعيبته طبعا قبل ماتش الزمالك يوم السبت دخل اللعيبة في مود يعني مود فوز ومود انتصارات، وكهربا بيأكد ان هو لاعب كبير طبعا. ولاعيبة النادي الاهلي طبعا الجدد يعني دخلوا في الاجواء زي ما بيقولوا. مروان عطية قدم النهارده شهادة اعتماده. كريستو طبعا اللعيبة الجديدة. الاهلي يعني طبعا معنوياته داخلة قبل مباراة الزمالك، معنوياته في السماء. وصل للمباراة النهائية في كاس مصر. بيخش طبعا في اللقاء القمة وهو معنوياته مرتفعة عن الزمالك طبعا اللي خرج على ايد بيراميدز. هنشوف ايه اللي هيحصل في المباراة اللي جاية.
ومنتظرين طبعا حماسة وإثارة في الدوري العام المصري. وطبعا نشوف المباراة النهائية للكاس اللي هتتلعب بعد كاس العالم للأندية، وفي انتظار الإثارة وفي انتظار الحماس. وإن شاء الله انتظرونا في كل ما هو جديد على قناتكم، وما تنسوش دعمكم لينا باللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.